لن تصدق ما هي الخطوة التي قامت بها الجزائر لضمان اللاعب الموهبة مغناس أكليوش وإقناعه بتمثيل الجزائر. شاهد ذلك في الفيديو. لايك واحفظ الفيديو وتابعنا للأخير. يتواجد مغناس أكليوش على رأس قائمة المواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يطاردهم منتخب الجزائر. ولدت الموهبة الواعدة في فرنسا لأبوين جزائريين، وهو ما يسمح له بتمثيل الديوك والخضر على الصعيد الدولي. تلقى مغناس أكليوش هدية من قبل نادي أولمبيك رافور، وهو فريق القرية التي ينحدر منها والداه في ولاية البويرة شمال الجزائر. وتتمثل هذه الهدية في قميص موقع من قبل نجوم الفريق مصحوب ببطاقة تهنئة بمناسبة احتفال اللاعب بعيد ميلاده 22. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات التي تقوم بها عدة أطراف جزائرية بهدف إقناع اللاعب بتمثيل منتخب محاربي الصحراء في المستقبل القريب. مغناس أكليوش إحدى أبرز المواهب في الدوري الفرنسي، ويتواجد على رادار عدة فرق كبرى تتطلع للتعاقد معه في ميركاتو الصيف. ويمتاز أكليوش بقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، وهي الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب. وفي الحقيقة إذا اختار أكليوش تمثيل الجزائر فسيكون مكسبا كبيرا للمنتخب الوطني نظرا لإمكاناته الكبيرة. وأنتم ما رأيكم في هذا الموضوع؟ وهل سينجح الاتحاد الجزائري في إقناع أكليوش بتمثيل الجزائر؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.